نريد أن نخطط لعبادة أي شيء يلهي الناس عن إبراهيم وعن دعوة الحق التي جاء بها. علينا أن نفعل أي شيء لنصرف الناس عنا ونشجعهم على الشرك بالله وفعل المعاصي. بد أن نجعلهم ينغمسون في عبادة الأصنام فيعكفون عليها ويتعبدون لها ويستغيثون بها ويحجون إليها ويطوفون حولها. علينا أن نزين لهم معاصي ينغمسوا في الخمر والميسر والشهوات النفسات. بل وسنغير ما شرع في دين إبراهيم فنحرم ما أحل الله من الأنعام ونجعلهم يقدمونها نذرا للآلهة. نريد أن نفسد عليهم عقيدتهم بأن الله ليس بواحد أحد، وندعي أن له صاحبة من الجن وأن له بناتا من الملائكة، ونفسد عليهم توكلهم على الله فنجعلهم يعتمدون في اتخاذ قراراتهم على الأزلام والأقداح، ونضعف لديهم مبدأ اللجوء إلى الله ونصرفهم عنه وعن الدعاء، ونجعلهم يعتمدون على أخبار الكهنة والمنجمين ونجعلهم يتطيرون ويتشاءمون. هيا بنا جميعا إلى إفساد بني آدم، وسأبدأ أنا بإفساد الدراهمة في مكة. وانتشرت الشياطين في الأرض في كل مكان لتجعل الناس يبتعدون عن دين إبراهيم. لقد ساء أمر قبيلة جر بمكة، فأشركوا بالله وظلموا الوافدين واستحلوا مال الكعبة، وكانت مكة لا يقر فيها ظلم ولا يبغي فيها أحد إلا أخرج منها. ولما انتهى أمر جرهم إلى إجلائهم من مكة سدوا بئر زمزم وأخفوا موضعه، وظل كذلك مئات السنين حتى أعاده عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. وصارت ولاية البيت إلى خزاعة بعد الجراهمة، وكانوا أيضاً على دين إبراهيم وإسماعيل قرونا طويلة، حتى نشأ فيهم عمرو بن لحي الذي ابتدع الشرك وغير دين إبراهيم وجلب الأصنام إلى مكة. نشرب الخمر ثم نغير على هذه القبيلة، نأخذ نساءها ونسرق أموالها ثم نرابي بها، أو نلعب بها الميسر، أو نشتري بها البغايا والإماء. ما أسهل سفك الدماء، فهيا اتركها وإلا قتلت. أيها العبد الأسود، مت ميتة العبيد الحقراء. ربما جاء عليكم زمن تساويتم فيه مع الحقراء من العبيد.